لما تيجي تحب شخص والشخص ده يتغير معاك فجأة فده ليه سبب واحد منطقي، وهو انك كنت بتديله اهتمام كبير جدا اكبر من اللي هو يستحقه. كنت بتغرقه من الاهتمام والحب والحنان لحد ما مرة واحدة زهق واتغير عليك وخلاك يعني تحس من جواك بالحيرة والتشتت. تمام. هو راح يدور على حد يكون صعب معاه، لان هو كده باهتمامك المبالغ فيه والزيادة فقد الرغبة اللي هو عاوز يبذلها والمجهود اللي عايز يبذله علشان يخليك تحبه، لانك لما بيلاقيك اصلا انت بتحبه وبتديله كل اللي عندك ما بقاش عنده اهتمام ان هو يبذل مجهود، لانك اصلا اوريدي بتحبه وبتعمل كل حاجه علشانه. فهيسيبك ويروح لواحد تاني صعب يكون عنيد شويه، يبقى الموضوع تحدي بالنسبه له اللي هو يكسب قلبه. احنا كده لما بنقع في الحب لازم نكون صعبين، ولازم في نفس الوقت نكون بنبذل مجهود علشان اللي قدامنا يحبنا. الموضوع فيه تحدي، فيه منافسه، فيه كده رغبه لذيذه. علشان كده انا مش بلومك اطلاقا ولا بقول لك ان انت عملت ده غلط، بالعكس ده انا عايزك تبص لنفسك في المرايه، وايا كانت النتيجه في علاقتك كانت عامله ازاي تبص لنفسك في المرايه وتقول بكل فخر: ايوه انا اللي يوم ما حبيت من قلبي بكل صدق. انا اللي يوم ما حبيت طلعت كل مشاعري، ما كتبتش حاجه جوايا، ما كتبتش، ما لفتش وما دورتش، قلت كل حاجه بحس بيها زي اي انسان بيحس بشعور الحب. ما تلومش نفسك اطلاقا، وخليك واثق ومتاكد ان انت لو اتظلمت ان كل واحد بيشرب من نفس الكاس اللي سقى غيره بيها. بص لنفسك ان انت شخص عظيم، وتاكد ان الحياه كلها مفاجآت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام اللي جاية فيها مفاجآت كتير، وممكن يرجع لك تاني، بس هو هيرجع لك في الوقت اللي هتكون أنت فيه استغنيت عنه.